تخيل معي أنك دفعت مبلغا وقدره لشراء لا شيء، حرفيا لا شيء، حسنا ليس تماما، بل هواء نقي معبأ في زجاجة فاخرة. نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. هناك شركة قررت أن أفضل منتج يمكن بيعه للبشرية هو الشيء الذي كان مجانيا دائما. الفكرة عبقرية ومرعبة في نفس الوقت. يقولون لك: هل سئمت من هواء مدينتك الملوث؟ جرب هواءنا الفاخر من قمم جبال الألب، مقطوف يدويا بواسطة خبراء هواء معتمدين. أنا لا أمزح، ربما لديهم خبراء هواء أتصورهم يرتدون معاطف بيضاء ويستخدمون شباك فراشات عملاقة لاصطياد أفضل جزيئات الأكسجين. والعبوة أنيقة بالطبع، تبدو وكأنها زجاجة عطر باهظة الثمن حتى تشعر بالفخامة وأنت تستنشق ما كان من المفترض أن يكون حقك الطبيعي. الأمر المضحك هو أن هناك من يشتري هذا المنتج، ربما كهدية ساخرة، أو ربما لأنهم جادون حقا. إنه يجعلك تفكر: ما هو المنتج التالي؟ أشعة الشمس في علبة، صوت العصافير كاشتراك شهري. اكتب في التعليقات أغرب منتج سمعت عنه في حياتك قبل أن يقرروا بيع الجاذبية بالدقيقة.